مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا وسهره خاصه جدا. الحقيقه احتفاليه بمناسبتين. المناسبه الاولى هي عيد الاضحى المبارك، اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات الامه الاسلاميه كلها ومصر كلها. المناسبه الثانيه الاحتفال بثوره 30 يونيو. طبعا بنقول لشعبنا الكبير كل سنه وهو طيب، بنقول كمان لقواتنا المسلحة كل سنة وهي طيبة، وبنقول لجيشنا الباسل كل سنة وهو طيب. نبدأ الحلقة، والنهاردة مشرفنا ومنورنا في الاستوديو منتخب جامعة اسكندرية للكورال. برحب بيكم. برحب كمان باللي مشرفانا في الاستوديو دكتور شريهان أحمد الحديني، مدرس السولفيج الغربي بكلية تربية نوعية جامعة اسكندرية. أهلا بيكي ومنورانا. تهيألي بقى كده ان احنا هنعمل خليط من الاغاني الوطنيه وفي نفس الوقت الحاجات اللي بنقولها دايما في العيد وبتفكرنا بالعيد. وايه رايك الاول كده نبتدي بحاجه جميله بس نعملها كده زي فزوره؟ ايه رايك نعمل كده؟ يلا بينا. طيب لو قلنا ان هي، وهم اللي هيجاوبوا، تمام؟ لو قلنا ان هي اغنيه كده من 10 حروف، ولو ما سمعناهاش في العيد كاننا ما سمعناش العيد، كلها بهجه وفرحه، والحان جمال سلامه وكلمات عبد الوهاب محمد، وبتغنيها فنانه شقيه وقريبه لقلبنا كلنا. مين بقى؟ اهلا بالعيد. اهلا بالعيد صفاء ابو السعود. نسمع اهلا بالعيد للفنانه الجميله صفاء ابو السعود بصوت الكورال. يلا بينا. دكتور شريهان، طبعا يعني حضرتك ضيفه دايما، ويمكن شباب من جامعه اسكندريه بيجوا لنا، بس انا لسه كنت حتى بسالك ان في وشوش انا اول مره اشوفها، فقولي لي بقى اولا هو العدد كبير، فمثلا كم مره ومره جايباهم ولا في وجوه انضمت جديده؟ لا، هو اصلا كورال منتخب جامعه اسكندريه يعني تقريبا حوالي 100 فرد. ياه. انا ما اعرفش ان العدد كبير كده. فاحنا على حسب بقى عندنا مسابقه بتختاري حسب يعني المتاح واللي متدرب اكتر على المسابقه وهكذا، وطبيعه المسابقه. يعني هنا مثلا محتاجه اصوات معينه، مثلا لملحن معين، موسيقار معين. عندنا مثلا احتفاليه كبيره، مثلا زي كنا لسه عاملين احتفاليه الجامعه للوافدين. كان العدد كله موجود، وكنا مشاركين برضو في المؤتمر المية موجودين. وممكن فعلا يطلعوا 100 كده ويكون السيطره تمام والدنيا كان معانا كمان وافدين، يعني كان معانا كمان كورال من جامعات اخرى. لا، من بلدان اخرى. طلبه جامعه انا قصدي من جامعات اخرى من بلدان ثانيه يعني. لا، جامعه اسكندريه بس. مثلا من دوله فلسطين، من دوله الاردن، هم بيدرسوا هنا في جامعه اسكندريه.
تمام. تمام تمام. طيب لما بيبقى بالعدد ده، طبعا انت بيبقى اكيد عندك ناس من سنه اولى وناس من سنه رابعه، صح ولا مش صح؟ وممكن يكون ناس متدربه وما شاء الله عليهم، وفي ناس لسه في الاول، فبيبقى التعامل ازاي؟ هو احنا كل سنه بنعمل مسابقه مم. في جامعه اسكندريه في الاول السنه، بيبقى بنبتدي نعمل للمنتخب زي ايه، تجديد واحلال. مم. يعني اللي بيخلص بيخرج بيتخرج، بنجيب تخش ناس بتجيب ناس جديده، تانية. ايوه. والناس القديمه بيتعلم الناس الجديده، الجديده. سواء بقى خبره زي يعني بيدخلوهم جو الايه، ايوه. الكورال. تمام تمام. طيب ايه رأيك نسمع غنوة من كلمات احمد رامي؟ طبعا انا لما قلت كلمات احمد رامي والحان رياض السنباطي يبقى اكيد ام كلثوم، بس هي غنوة برضو خاصة بالعيد، وبرضو من غيرها ما يبقاش ليه طعم للعيد حقيقي. خالص. فنسمعها بصوت يمنى، هنسمع بقى كده سولو. اوكي. نسمع بصوت يمنى. يلا بينا. جميل يمنى ما شاء الله. ويعني قبل ما نتكلم عن يمنى، بس لفت نظري ان ممكن مثلا تكون في بعض المناسبات يكونوا خلصوا دراسة. هل بيحصل في الأجازة مثلا انه يبقى في تدريبات بتستمر ولا لأ؟ وإذا كان في مناسبة ممكن ان الجامعة تقوم بيها برضو فترات الأجازة ولا لأ؟ طبعا احنا طول السنه شغالين. تمام. ده كمان في الامتحانات. لا يعني. يعني احنا لسه كان سياده الرئيس عندنا في اسكندريه، وكان في مؤتمر الشباب. فالمنتخب الحمد لله كان حظنا حلو قوي ان احنا شاركنا في المؤتمر وغنوا. وده كان في عز الامتحانات. بس طبعا دي مناسبة وهم اصلا كانوا مبسوطين جدا بالزبط. والحمد لله. طيب لو اتكلمنا عن يمنى بقى، قولي لي. يمنى الصوت الجميل المشاكس، مطيعة في بعض الأحيان. لا والله يعني هي في ثالثة كلية تربية نوعية قسم. تمام.
وبتغني في دار الاوبرا المصريه. تمام، ايه ده يعني، ده تخصص بس تخصص. انا اعرف يومنا بقى انه هي لسه من قبل حتى ما تخش الكليه. بس هي صوتها ما شاء الله كمان في بحة جميله مميزة كده، يعني قليل قوي من الأصوات اللي تلاقيه فيه البحة دي. دي بتبقى هبه ربنا سبحانك يا يعني، هي رب، طبيعه يعني مش صوتها. هتلاقيها فعلا، اه مش هتلاقيها عند حد كتير. طيب، نسمع دلوقتي بقى، نيجي عند الوطني بقى. يلا بينا. نسمع وطني، ونسمع أغنية الفنانة اللبنانية راحلة شهيرة طبعا، غنت لمصر بحب وحماس زي طبعا كتير من المطربين العرب، من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجي. سلمولي على مصر، يلا بينا.
واجمل سلام على كل خطوه في خطوتي واجمل ايام رش ودموعي وضحكتي واجمل سلام على كل خطوه في دنيتي واجمل ايام وسلموني سلموني على الحبايب وابعتولي سلموني على مصر سلموني على الحبايب وابعتولي سلموني على مصر سلموني على الحبايب وابعتولي. سلموا لي على مصر بصوت الجميلة صباح الشحرورة، وزي ما احنا بنقول كده الدلوعة، يعني ما كانش حد متوقع انها اصلا ممكن تغني اغنية وطنية وفي نفس الوقت تطلعها بالجمال ده. حقيقي. فكلميني بقى عن بسنت وسهيلة وشمس، صح كده؟ صح كده. قولي لي بقى اولا اخترتيهم ليه للغنوة؟ علشان صوتهم يمكن قريب من من صباح في النوعية يعني. بالظبط. يعني لما باجي اختار كل فرد على حسب الاغنيه اللي بيغنيها بيبقى مساحه صوته تليق بالاغنيه بالظبط. غير بقى الحضور والخبره، يعني مش اي حد يغني سولو او سوليست، لان بيبقى فيه برضو سنه خوف طبعا رهبه. طبعا. طب قولي لي، ممكن يعني صادف في حفله مثلا وحد رغم التدريب جه ريقه نشف اتلجلج، حصل اي موقف زي كده؟ بيحصل نسيان شويه. دايما بقول لهم ما نفكرش الناس بتقول علينا ايه دلوقتي، لان هو دايما يعني هي بتبقى خبره مش قله موهبه. بيفكر دايما هو طالع ان انا ببص على الجمهور، دي حاجه على فكره بتخض قوي طبعا. بالظبط. بيبقى في رهبه كبيره. فبقول لهم دايما فكروا في اللي احنا هنغني وخليكم عينكم معايا. نحاول ان احنا نلهي نفسنا عن الجمهور، او عن ان انا ابص في عين حد مثلا قاعد اقول. يعني دايما بيحصل ايه، يا ترى هما بيقولوا عليا ايه دلوقتي؟ طب انا بقول كويس، فبيخرج بره عن بتلاقي ذهنه اتشتت فيبتدي ينسى بالزبط. او يطلع. بس مره مع مره بالخبره خلاص بقى بيبقى في تعود. انت قلتي لي ان انتوا غنيتوا قريب قدام الرئيس. طيب قولي لي بقى، طبعا دي رهبه لوحدها مرعبه. اولا هل اخترتي ناس محدده وناس تانية لا؟ وقولي لي برضو الموقف كان تحضيره عامل ازاي؟ يعني هو اصلا انا اول ما عرفت انا اصلا اتخضيت انا عايزه اقول كده. هقول لحضرتك هي جت ازاي. كنا في حفله الوافدين ومعالي الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعه اسكندريه كان حاضر، والاستاذ الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب. وبصراحه لقينا دعم كبير ويعني حفاوه بينا كبيره. جه بعديها على طول الدكتور وائل نبيل كلمني وقال لي شريهان نفسك في ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها؟ قلت له يا دكتور والله انا كده حصل. قلت له يا دكتور انا نفسي اعرض بالقران قدام الرئيس. قال لي ان شاء الله هيحصل. وفعلا رحت مكتب الاستاذ الدكتور وائل وحضرنا التفاصيل وكل حاجه، والحمد لله كان لينا نصيب، وده شرف كبير لينا ان احنا كنا الحمد لله مشاركين. طيب واختيار البنات والولاد؟ الاختيار كان على اولا فتره امتحانات. يعني كانت فدي حطيتيها برضو برضو طبعا في الاعتبار، لان برضو في كليات نقدر ما ينفعش صعبه زي كليه هندسه طب الحاجات دي بالظبط بيبقى الامتحانات عندهم شديده شويه. بس حاولنا على قد ما قدرنا، والولاد بصراحه تعبوا جدا، هم حابين. ايوه طبعا ده حاجه ما بتحصلش يعني في احنا العمر 4 ايام تعبانين بس بجد حقيقي. وحضرتك اساليهم مجرد ظهورهم على المسرح وان هم شافوا فخامه الرئيس الفتاح السيسي والحضور بجد راح كل حاجه حقيقي. راح كل حاجه حقيقي. طيب نسمع بقى دلوقتي، هنسمع موال كده، موال احمد جمال، وبعدين ميكس زي ميكس كده بينه وبين احلف بسماها طبعا العندليب الاسمر، هيغنيها لنا عبد الرازق. نسمعها بصوته ونرجع مره ثانيه. اوكي.
لأنك عظيمة، لأنك عظيمة، قدرت تصحي قلوبنا العزيمة. محيتي في لحظة، محيتي في لحظة شعور بالهزيمة، وزرعت الإرادة في أرض الميدان، لأنك جميلة، لأنك جميلة. عملنا حاجات كانت مستحيلة، قالولك شباب، قالولك شباب ضعيفة وعميلة، رفضت الإهانة وهتفتي كمان، وقلت اللي ضحى عشاني بدمه وساب كل حاجة وكان كل همه يجيب لي حقوقي من اللي باعوني، ما انا اولى بيه، ما انا اصلي امه، وقلت ولادي ما هماش عادي، وقلت اللي خارج عشان ينادي ده ابني حبيبي وده اللي باقيلي. ساعتها قلنا بلادي وبلادي، بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، واحلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا، واحلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب يا مصر يا عربيه طول ما انا عايش فوق
الدنيا. ما شاء الله، الله اكبر بجد. انا طول ما بتغني ماسكه الخشب وبقول الله اكبر الله اكبر. مش بس الصوت ولا الاداء، هو الثقه. يعني عندك كميه ثقه بالنفس ما شاء الله. الله اكبر تاني، الله اكبر الله اكبر. فانا عايزاكي تكلميني بقى. هو اكيد بيغني من فتره، واكيد يعني صح ولا ايه؟ اولا احنا مسمينه في الفرقه الكاريزما. هو هو اسمه صحيح. كاريزما. يعني حلوه كده رايح جاي مش عارف. فرحان بنفسه. عبد الرازق بجد من الاصوات الجميله جدا اللي انضمت لمنتخب الجامعه. وهو كمان ما شاء الله شرفنا، يعني كان في موسم الدوم اللي فوصل يعني لمراحل متقدمه. عشان كده هو في الاحتفاليه بتاعه سياده الرئيس اللي هو المؤتمر كان من ضمن الناس اللي بتغني سولوهات فرديه. تمام. لا ده لوحده. انت يعني بقى يعني وصلت لاكتر رهبه، فاعتقد انت كده تمام. لا بجد ربنا يعني بجد يحقق لك كل امانيك، وبجد ليك مستقبل حلو. بقول كده يعني المذيعه داليا في الفضائيه المصريه قالت لي كده. طيب نسمع بقى دلوقتي يا اغلى اسم في الوجود. اوكي. هنسمعها بصوتهم كلهم ولا بحد؟ في 3 صولوهات. 3 صولوهات. مين ومين ومين؟ عبد الرحمن ويوسف. عبد الرحمن ويوسف واحمد ايهاب. واحمد ايهاب. ماشي خلاص، نسمعها ونرجع لكم مشاهدين. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. ومهما كان انت مصر كل خطوة بنصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر. نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر تحيا مصر. كلك شهامة وكرامة، يا راية فوق كل راية. انت لحبيبك سلامة وانت لعدوك نهاية. كلك شهامة وكرامة، يا راية فوق كل راية. انت لحبيبك سلامة وانت لعدوك نهاية. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر. نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر تحيا مصر.
بلادي الجميلة حسن السلام والأمان، وانت الحضارة العظيمة قبل التاريخ والزمان. انت بلادي الجميلة حسن السلام والأمان، وانت الحضارة العظيمة قبل التاريخ والزمان. انت كانت مصر وكل خطوة بنصر، ده مهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. اغلى اسم في الوجود قلنا عبد الرحمن ويوسف واحمد، ما شاء الله برضو عليكم. وقولي لي بقى كده، كلميني عن كل حد. هم بصراحة هم الثلاثة يعني اللي هم نقول ايه البراعم الجديدة لا للمنتخب. ايه ده بجد؟ يعني هم مش يعني اول فترة يغنوا؟ زي كده يوسف عنده هو كان ليه تربية رياضية في حاجة اسمها قفزة الثقة. ايوه فهنا النهارده دي كانت عمل أغنية قفزة الثقة، والله العظيم. طب حلو جدا جدا. انهي يوسف؟ مين يوسف؟ يوسف انت؟ تمام تمام. فالحمد لله. لا ما شاء الله عليهم. قولي لي بقى، يعني اكيد وانتي بتدربيهم على اغاني وطنيه، انتي يمكن جنب الصوت، او يعني يعتبر اللي هو موازي للصوت، ان انتي تديله او تشحنيه باداء. بالظبط. هو لازم يفهم معنى الكلام. لازم يحسوا الاحساس بالحماس، ويعني الوطني ده دايما اللي هو الانتماء. لازم ينتمي لبلده ولازم ينتمي لوطنه، وهو بيغني مش بيغني وخلاص. فهتلاقي ده بيطلع على سي البادي لانجوج بتاعهم، الاداء، الحضور. فده مهم. طب قولي لي، ما بيطلعش على الصوت يعني ساعات الدرجه بيحصل كده ولا؟ بس لازم يعمل يعني كنترول بالظبط، لان ممكن التحمس يخلينا صوتنا يزيد شويه، أيوة. يطلع من التون او بالزبط. من الدرجه بتاعته. طيب نسمع دلوقتي او هنختم بقى لا لسه قدامنا زياد. هنسمع زياد احمد سعد هيغني مكتوب لي اغني لك، الحان فاروق الشرنوبي. نسمعها بسرعه. يا مصر يا حافظة قرآنك وأنا جيلك، ولو تناديني من الغربة أنا أجيلك، وقت الشدة أدعيلك وأنا أجيلك، ومهما تموت هنا أجيال أنا جيلك.
مكتوب لغني لك واغسل مواويلك، مكتوب لغني لك واغسل مواويلك، ونجف نبع الحب يروي عسل نيلك. عشقك في مهدي ابتدى وانا دمعي قطرة ندى، عشقك في مهدي ابتدى وانا دمعي قطرة ندى، علمني اول ندى يا غالية ادعيلك، مكتوب لغنيلك يروي عسل زياد برضو الله أكبر، وواضح برضو إن هو متمكن ويعني كده على قد خبرتي البسيطة، هو زياد كمان مش بس وطني، أعتقد إنه ممكن يعمل الموال، صح ولا إيه؟ زياد ما شاء الله عليه، من أول مرة سمعته فيها هو ما شاء الله عنده عارفة حضرتك صوت رخيم أيوة. عريض. أيوه بالظبط. كان ينقصه في الأول شوية ثقة. لا ما شاء الله دلوقتي ما شاء الله لا عليه لا خالص. بيقدر يتحكم في صوته، بيقدر يقف وقفة مظبوطة. يعني أنا عن نفسي من محبين صوت زياد. دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة، ربنا يوفقك يا زياد. ويمكن بقى السؤال اللي قبل ما هنقول بقى الغنوة الختام الميدلي، يمكن سؤال ان هم بيبقوا طبعا عارفين المقامات والكلام ده بيدرسوه، مش كله بيدرسوا، لان هم اللي في الكليات المتخصصه بيدرسوا، لكن بقيه الكليات لا. بس دوري بقى واحنا شغالين لازم كل واحد فيهم يعرف هو مساحه صوته فين، يقدر يغني منين، الجزء اللي بيلمع فيه ايه. مع الخبره بقى ومع البروفات ممكن ان هم طبعا اكيد بقى بيسمع ده يقول مثلا لا ده مقام راست، ده بياتي لا بيبتدي بالخبره. طبعا بشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا، وكل سنه وانتم طيبين. بشكر منتخب جامعه اسكندريه للكورال، بشكر دكتور شريان احمد الحديني مدرس السولفيج الغربي بكليه تربيه نوعيه جامعه اسكندريه، وبشكر ايضا الفرقه الموسيقيه، وبشكر المايسترو طبعا تعبناه. بشكركم جميعا، بتمنى لكم التوفيق، وبشكركم مشاهدينا لحسن متابعتكم لينا، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم في حلقه جديده وشارع الفن. وايه رايكم نختم بميدلي وطني؟ يلا بينا. قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالولي ارسم علمها، سرحت وتخيلت
مش بتوع حداد، احنا